الرئيس السيسي لو شعبه قام عليه وعمل ثورة البلد هتخرب، لأن الأولى كانت 25 يناير والتانية كانت 30 يونيو والتالتة تابتة. فلو حصل الكلام ده، بصوا بقى لليبيا، بصوا لليبيا وبصوا للقذافي بعد ما شعبه اتقلب عليه حصل لهم ايه. بصوا لسوريا بعد ما شعبه اتقلب عليه بشار الأسد هيحصل لهم ايه. لأن ما تفتكروش إن ليبيا وسوريا هديت وهيحصل فيها ديمقراطية والأمور هتمشي لمجاريها، لأ، ده هينقسم أمة على أمة فيهم ولسان على لسان وطوائف، وهتظهر حاجات في المناطق دي في ليبيا وفي سوريا ما ظهرتش قبل كده، حسب نبوات مكتوبة في الكتب المقدسة. لأن في سفر أشعياء مكتوب عن مصر، قال لك إيه؟ قال لك وأغلق على المصريين في يد المولى القاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد الرب. اتنبأ عن الرئيس السيسي في آخر 7 سنين في الأرض اللي احنا داخلين عليها. بيقول لك وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتدعف وتجف كل سواقي مصر، والرياض على النيل وكل حافة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، وتكون عمدتها مسحوقة وكل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس. الكلام هنا بيتكلم عن وضع مصر في آخر 7 سنين على الأرض. انت عارف ان مصر مطمع، هي اصلا المملكة اللي في البداية كانت سيدة الممالك في البداية، فهي في النهاية أرض أيضا هتتلم عليها كل الممالك، لأن إسرائيل وأثيوبيا بتعمل عليها مكيدة. إسرائيل عايزة تحتل نهر الفرات وتنزل من عند سيناء، واثيوبيا عايزه تسيطر على ميه النيل، فعايزين يسيطروا من النيل الى الفرات عشان تبقى المملكه الكبرى من النيل الى الفرات. انت عارف ان ابينا سليمان اتجوز ملكه الحبشه فبقت اسرائيل واثيوبيا مملكه واحده، دخلوا في بعض، فهم عاملين كماشه على مصر، وحلف الناتو عامل كماشه عليها من عند ليبيا، واسرائيل عامله كماشه عليها ايضا من عند سيناء، والسعوديه برضو مش واقفه جنبيها قوي، ممكن بتديها يعني ما بتديهاش. المفروض السعوديه ومصر امن قومي يساعدوا بعض، لكن السعوديه ما بتساعدهاش بما يكفي، يعني ما بتديهاش بما يكفي. ممكن تديها مليار بدل المفروض تديها 30 مليار ولا 40 مليار ويعملوا اقتصاد موحد، ما بيقلوا معاهم برضو، ما بيدهمش كافيا، لان دي حدود السعوديه. يوم اطفاء انوار مصر السعوديه انوارها هتطفي ايضا، ولو السعوديه انوارها طفت انوار مصر هتطفي، لان دول مملكه واحده برضو، فاهمني؟ فعلى عمود السعوديه والمصر العرب كلهم بيقوموا. في بقى حرب اقليميه هتحصل في الوطن العربي. الحرب الاقليميه دي ما بين اسرائيل وايران. اسرائيل وايران هيحاربوا بعضهم البعض بحرب كبيره لم تحدث مثلها منذ انشاء العالم. هذه الحرب هيعملوها الصغار وهيقعوا فيها الكبار. النتيجه امريكا والاتحاد الاوروبي لدعم اسرائيل وروسيا والصين لدعم ايران، وعلى طول نهر الفرات هيجف، وهتقعد تسقط دوله ورا دوله ورا دوله. في الوقت ده هتقوم حرب هرمجدون الكونيه الكبرى. الله هينزل في الحرب العالمية الثالثة عشان يحارب، وبيجهز حصانه الأبيض وهينزل في الحرب العالمية الثالثة عشان يحارب. 7 أرواح بتطوف حواليه، عيونه زرقاء كالبحر، ثوبه ناصع البياض، وهيوري العالم كله مجده. وفي ساعتها الناس هتشوف الله، الله هيشوف الناس، ويرفعوا الكاميرات ويصوروه، ويكون على عينك يا تاجر، وهيلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويديهم الملك على كل الأرض. فإحنا في الأيام الأخيرة يا جميع بني البشر، الرؤية حق وتعبيرها يقين. الله مقرر انه يعمل هذا الكلام في الايام اللي احنا ساكنين فيها. فخش فلك نوح التاني، لان مفيش زمان بعد الزمان. وانت شارك هذا المقطع عشان يوصل وينتشر على نطاق واسع، وقوم ابحث في الانجيل والقرآن والتوراة عن الحقيقة، عن نهايات العالم، لان هي دي البوابة اللي هتعرفك على الله. لان الله بيوريك النهايات عشان يقولك انا مش بعرف المستقبل، انا بصنع المستقبل. فالوقت لوقت قريب، لان كل البشر هتبحث عن نهايات العالم، لان العلامات هتبتدي تظهر في الايام اللي احنا عايشين فيها. دوروا على يشفع فيكم، دوروا على كوكب الصبح المنير، دوروا على ابن الانسان، دوروا على الله الحي. نقدم التوبة عن الخطايا وننتقل من الظلمات الى النور، فيكون لينا سلام ورحمة. هو ده مطلب الله الوحيد، التوبة عن الخطايا. استعدوا للقاء إلهكم.